ها يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ معلش انا طالعة من الرياضة بتاعتي النهاردة، بس النهاردة معادي معاكم مع الاعتراض الثالث النهاردة على الممثلات بتوع مصر الأعزاء، الرقصات، المتبرجات. اعتراضي عليهم النهاردة بس حاجة واحدة بس، اديهم نصيحة يعني، مش نصيحة من أختي يعني كبيرة عنهم يعني لما أكون رقاصة واحنا راضيين انت رقاصة ومش يعني عادي مفيش مشاكل خالص، يعني اشتغلي زي ما انت عايزة. تطلعي تقولي بقى ايه؟ اسألك مثلا عن ابنك عامل يعني بيتعامل ازاي مع الرقص بتاعك؟ لا ابني فخور بيا، ابني فخور ان انا رقاصة. طب الكسفي طيب يعني خلي عندكم دم. يعني ايه ابني فخور ان انا رقاصة؟ على فكرة ده راجل، ها؟ المفروض يعني ده ابنك ده راجل مش حاجة تانية، ها؟ مش عايزة اقولها بس يعني ازاي يبقى راجل ويبقى فخور انت رقاصة؟ ما تقولوش، ما تجيبوش سيرة عيالكم، ما تجرحوش في عيالكم. ليه بتعملوا كده في عيالكم؟ ليه مخلينا نشوف عيالكم ان هم لا سمح الله يعني؟ ليه؟ مش ضروري تجيبوا سيرة عيالكم. ما حد يسألكم على عيالكم ويقول ما بنتكلمش عن عيالنا، معلش دي حاجة تانية، دي نصيحة مني لكم يعني. والممثلات والممثلين بقى اللي هم ايه يطلعوا يقولوا لكم ايه؟ انا فوجئت ان بنتي ممثلة. يا راجل كده فوجئت ان بنتك ممثلة؟ يا بنتك بتبقى بره البيت على طول، يعني متعودة على غيابها بره البيت 24 ساعة. يعني انا بنتي لما بتأخر ساعة بره واحنا في اوروبا فسألها انت كنت فين وكنت مع مين وتأخرت ليه؟ طبيعي يعني كعائلة مصرية عادية خالص. لكن هي فاجئت ان بنتها تشتغل ممثلة. ما نعرفش ان بنتها تشتغل ممثلة، معنى كده متعودة انها بنتها تبقى بره 24 ساعة، يعني معنى كده انهم عالم صايعة ما نعرفش عن بعض اي حاجة، عايشين في لوكاندا بيتقابلوا كده بالصدفة. يعني مش فاهمة يعني يا جماعة، بس والله العظيم يعني ليه بتعاملونا كده؟ ليه؟ احنا ما سألناكوش. بنتك تطلع ممثلة، بنتك تطلع الزبالة، بنتك تطلع رقاصة، بنتك تطلع محامية، تطلع دكتورة، احنا عملنا. انتي مشخصاتية بتشخصي الشخصية وخلاص، مش عايزين نعرفك تاني. خلاص ارحمونا بجد والله العظيم، تعبتوني معاكم. قلت لكم مرة غيرت المرارة 20 مرة، الدكتور قال لي ما ينفعش اغيرها تاني. طب اعمل ايه تاني؟ ولا بقى بنت روجينا والدكتور اشرف كمان ناخد دكتوراه منين بصراحه؟ اسمع علينا، خلي الدكتور اشرف ده على جنب عشان ده المعرض الكبير قوي بتاعهم اللي بيمسح لهم كوخ عشان كل الانتخابات ما تيجي ينتخبوه وياكل في بطنه وياكل في كرشه. هيروح فين من ربنا؟ كل ما يروح فين من ربنا. anyway روجينا بقى، خلينا مع روجينا، تطلع تقول بنتي ثبتت نفسها من اول مره، تعرفش تمثل اصلا، يعني بنتها ما تعرفش تمثل اصلا. بس لا دي مش عارفه مين الصغيره، عمتها الصغيره. لو واحده جديده بقى في الفن يا عيني بتتنازل وتشوف المرار وتشوف الهم وتشوف الغم وتشوف الوحش وتشوف الحلو وتقدم تنازلات بقى ما قالكوش عشان تطلع في دور قد كده اهو. لكن دول بقى لا، دول موهوبين بالفتره، والناس يعني ما في حدش ولا هي بتقول لهم ولا حد بيبسط لهم ولا عندهم الكلمه دي خالص. يا ناس والله العظيم ارحمونا بجد، فيها ايه لما تكون صرحه؟ نفسي اعرف بس ليه المصريين كده؟ ليه لازم نلف حوالين الدايره عشان نوصل اللي احنا عايزينه؟ واحنا ممكن نوصل اللي احنا عايزينه في دايركت، يعني ده كذا وكذا. ايه بقى يعني ايه؟ انا مش شايفه ايه المشكله. انا اول ما جيت هنا طبعا تعرفت على ناس، وبعدين اتصلت بواحده قلت لها احنا خارجين النهارده تخرجي معانا؟ لا والله مش هقدر عشان ابني عيانه في المستشفى ولا معاه في المستشفى. طيب اوكي، فرق نفسه
خارجين في الشوبينج، طلعنا في الشوبينج. طب يعني مش فاهمه يعني، طب وليه؟ قولي مش هقدر اخرج معاكم عشان انا مش عايزه اخرج لوحدي النهارده. ايوه I like to be alone today. That's it. خلاص end of the story. يعني ليه لازم نكذب عشان نعيش؟ على فكره الحياه من غير كذب حلوه قوي، وتبقى سلسه وجميله وبسيطه وجميله وحلوه قوي. والله العظيم جربوا تبقوا صراحه، جربوا بس مره تبقوا صراحه وانتوا هتلاقوا الحياه بسيطه قوي. يعني قولوا اللي انتوا حاسين بيه، قولوا اللي انتوا هتعملوه بجد حقيقي والله. جربوها مني نصيحه والله العظيم، هتلاقوا الحياه جميله، هتلاقوا ربنا بيفكوك كده كل السكك. تلاقي السكه كده بتتفك لوحدها كده، بتتفتح لوحدها كده لكم. ما هو انتوا ماشيين بضمير نظيف، ربنا مش هيفتح لكم السكك ليه؟ لكن طول ما انتوا ضميركم كده هقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وشكرا يا جماعه، اعذروني عشان انا بجري.